لو عندك رز بايت في التلاجة تقدري تعملي الوصفة الجميلة دي. وكمان لو عندك شوية حليب وشوية بسلة في الفريزر. النهاردة هنعمل وصفة او فطار رمضاني جميل جدا جدا وخفيف وسريع. هنعمل صينية رز بالبشاميل والخضار والفراخ بصدر فرخة واحد. انا عملت الصينية الكبيرة دي. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي سمر الأباصيري ودي قناتي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. ويلا بينا نشوف الطريقة السهلة البسيطة للصينية الحلوة جدا اللي عملتها قبل المغرب بنص ساعة. يلا تعالوا نشوف المقادير مع بعض. اول حاجة هجيب طاسة هسخنها كويس جدا جدا، هنزل بيها بمعلقة سمنة ومعلقة زيت، وهكون مقطعة الفراخ مكعبات، صدر الفرخة ده وغسلاه ومصفياه كويس، واديله صدمة كده في الطاسة وكله ياخد لون واحد زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وهقلبه وهرش يعني رشة فلفل اسود. وكان عندي البسلة دي فروزن يعني مفرزاها في الفريزر، مش هتاخد معايا اي وقت هي والجزر. حطيت كده نص كوباية او كوباية من البسلة والجزر، وهشوح شوية وهغطي عليها لمدة 10 دقايق، مش هتاخد وقت خالص. تمام. ومعايا فلفل الوان وفلفل سبايسي وفلفل رومي، وهقلب كويس جدا، مش عايزة الفلفل يدوب. ما تنسيش البصلايه اللي انا حطيتها في الاول. معايا بقى فلفل اسود وملح وكمون وكزبرة وبابريكا ورشة قرفة ورشة جنزبيل لو تحبي. وفي الاخر خالص وهضيف رشة سكر. تمام. وهقلب كده، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. ودي الحشوة بتاعت الصينية بتاعتي. تعالوا يلا بقى نعمل البشاميل السهل اللي احنا عملناه كتير مع بعض. معايا حلة على النار فيها 4 معالق من السمنة ومعلقة من الزيت. والمرة دي مش هحط 4 معالق من الدقيق، هحط 6 معالق او 7 معالق من الدقيق، لان انا عايزة بشاميل تقيل، مش هيبقى زي المكرونة خفيف. هقلب الدقيق كويس جدا لحد ما يبقى لونه ذهبي فاتح. وبعدين هنزل بلتر من الحليب الدافي بدرجة حرارة المطبخ علشان ما يكلكعش معايا بقى معلقة كبيرة من فلفل الاسود، ومعلقة من الملح او الملح ده حسب الرغبة، ورشة من جوز الطيب. وكده البشاميل بتاعي يكون خلص. شايفين وصفة سريعة وسهلة، بشاميل كريمي وخطير. طبعا كان عندي رز ابيض بايت في التلاجة، ده انا كنت لسه عاملاه، مفيش اي مشكلة. كوبايتين رز ابيض، وهنزل كده في القالب او في بايركس، عندي بشاميل في قاع البايركس، وهنزل بطبقة من الرز. وبعدين هضيف الحشوة الجميلة دي، حشوة البسلة والفراخ مع بعض، وهضيف عليها كبشة من البشاميل عشان تبقى كلها من جوه جوسي وكريمي. وهنزل بطبقة الرز الأخيرة وهساوي كده، وهغطي طبقة الرز بشاميل بقى. عايزة اقول لكم بقى الصينية دي هتدخل على فرن سخن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط. ما خدتش معايا تلت ساعة، وبعدين هشغل عليها الشواية تطلع باللون الخطير ده. شايفين الرز مفلفل وخطير، والوش تحفة، والطعم كمان. اتمنى تجربوا الوصفه الجميله دي، فطار سهل وسريع وما خدش معايا اي وقت. صينيه ما رز بالبشاميل والخضار والفراخ تحفه بجد. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ سمر الأباصيري. باي باي.